السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين. اللهم آمين. يا صباح الفل والسعادة على عيونكم أحلى اخوات في الدنيا. وطبعا الشتاء يعني محشي كرنب. يلا تعالوا بينا نشوف النهاردة جايبين ايه. رحت السوق كده زي ما انتوا شايفين، وجايبين بقى الكرنباية بقى وطلبات المحشي، ويلا بينا. وصلتوا للحتة دي ونسيتوا تحطوا لايك، يا ريت ترجعوا بسرعة وتحطوا لايك لأختكم لو حابين تساعدوها. وطبعا ما تنسوش بقى كومنتاتكم الحلوة اللي أنا بستناها، يعني بفارغ الصبر. دلوقتي زي ما انتوا شايفين يومنا كالتالي. الشتاء عايز ايه؟ عايز كرنب ومحشي بقى. وتدفئة الشتاء هي الكرنب. طبعا انا اول بقى طبعا ملبيات الشتوي كده جه، قلت لا لازم ابدأ الشتاء بأكلة محشي ايه تمام. طبعا جبت الكرنبايه زي ما انتوا شايفين كده. انا هوريكم كل خطوات المحشي. انا عملتها كذا مره معاكم في القناه، بس هعملها تاني وتالت ورابع. على فكره طريقه خطوات المحشي دي بتاعت امي وحماتي الله يرحمهم، يعني بتاعت الناس البركه بمعنى اصح. يعني ولا بحب افتكس ولا بحب ازود ولا اقلل. يعني هتاكلي المحشي وتشمي فيه ريحه امك وحماتك والناس الجميله اللي فقدناهم. طبعا انا هنا كرنبايه بس بشيل الورق الزياده عشان تنزل في الحله. الحله كل اللي انا بعمله فيها هي ميه وبعد كده كمون وبس كده. وبحط شويه ملح صغيرين. انا عايزه اقول لكم ان النهارده هنقضي اليوم كامل بنعمل في المحشي اللي انتوا شايفينه. ايوه هنقضي اليوم مع بعض كده. وزي ما انتوا شايفين اهم حاجه ما نهريش الكرنبايه، لان الكرنب انت بتتعاملي مع ورق رقيق، يعني ممكن الاخضر ده تدوسي عليه شويه. يعني كل واحده ما بتقعدش اقل من 5 ثواني، الا الاخضر ده ممكن تسيبيه نص دقيقه عشان خاطر بس ايه ما يقطمش معاكي كده. بس كده هو ده سلق الكرنب. للناس اللي ما بتعرفش طبعا تسلق الكرنب بيفضلوا يقولوا ازاي ومش ازاي، لا انا عملت كذا مرة في القناة عندي طريقة عمايل المحشي من الالف للياء. سهل خالص، ما فيهوش اي تعقيد ولا اي حاجة. حتى لو انت اول مرة تدخلي تعملي المحشي هتعمليه صدقيني احلى مني كمان. هنا طبعا ايه هنحضر كل حاجة. هخلي بنتي بس تقرطف الملوخية. يعني شغلي كل اللي في البيت معاك، يعني هو يوم المحشي ده تشغلي كل اللي في البيت من اصغر طفل لاكبر طفل. انتوا هتشوفوا ان انا مشغله كمان، هخلي حياة تحشي معايا كمان، انا مش هسيب حد ولا ارحم حد. الخضره كده نضفتها وحطيتها في المصفى دي، دايما بحب اغسل فيها. نشيل كل حاجه بقى. انا ده كله لسه بعمل التجهيزات. يعني هو المحشي كده دايما. المهم نرجع تاني واقول لكم لو وصلتوا للحتة دي ما تنسوش، انا بفكركم اهو في الفيديو، بصوا كم مرة اقول لكم ما تنسوش اللايك، لان انا عارفة حبايبي بيندمجوا مع الفيديو وبينسوا يحطوا لي لايك. لا حطوا لايك واعملوا شير كتير لكل حبايبكم. واكتبوا لي اهم حاجة الكومنتات. انتوا ليه مش بتكتبوا كومنتات؟ لو الفيديو مش عاجبكم عايزيني اقدم حاجة في حاجة اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هاخد برأيكم كلكم. هنا طبعا ايه بجهز برضو الكوسة برضو. انا هنا الكرنب ليه عاملة ما عملتش بتنجان؟ انا عندي ابني في ابني الكبير ما بيحبش الكرنب خالص، فانا جايباله فلفل صراحة وكوسة. مرضتش بقى ادخل بقى في حوار بتنجان كمان، لان انا التقوير بيبقى بياخد معايا يعني موال كده. واليوم ما بيبقاش فيه بركة والكلام ده كله، مع اني انا صاحية من الصبح. بس انا حبيت ان انا اجيب له كوسة وفلفل، يبقى هو ياكل كوسة وفلفل واحنا ناكل كرنب. وعملت جنبهم طبعا البطاية اللي انتوا شفتوها. بس كده ده يومنا النهاردة في يوم شتاء زي كده. وان شاء الله استنوني الايام اللي جاية هيبقى فيها حاجات جميلة جدا جدا ليكم، مفاجآت حلوة قوي. بجد بجد انا مقصرة انا عارفة في الفيديوهات وبتنسوني انا عارفة. ده لو كنتوا فاكريني اساسا. بس كده عملنا البصل بعد ما قشرته كده بغسله حلو جدا بالخل، ودي خطوة مهمة قبل اي حاجة. واحطه في الكبة. ودايما اعتمدي الموضوع ده ان البصل يكون كتير في المحشي.
البصل كتير في المحشي، محشيك هيطلع زي العسل. الصلصة بتاعته طبعا تقيلة. هنا بحط زيت، مش بحط سمنة. في ناس بتحط سمنة وفي ناس ما بتحبش السمنة. انا مش من هواة السمنة. تمام. بص البصل باين كتير، بس هو اول ما هيدبل معانا ان شاء الله هتلاقوه ايه، كش كده وبقوا حبة صغننين. تعالوا بقى نقطع الكرنب مع بعض واحنا بنرغي. طبعًا طريقة تقطيع الكرنب ده، هي الكرنباية كان فيها ورق كتير مقطّع، فأنا باحاول على قد ما أقدر أسهمك كده وأضبّط، واللي ليه لازمة أسيبه واللي ما لوش لازمة باشيله. إحنا بنعين العرش، اسمه عرش، اسمه عرش، اللي هو بتاع الكرنباية، وبنحطه في طبق تاني، لإن ده هنقطّعه قطع صغيرة وهنخلّيه من تحت المحشي، عشان إيه، ما يتلسعش مننا. طبعًا اللي علّمني أسلُق الكرنب وأعمل الحاجات دي كلّها هي أمي الله يرحمها، ربنا يرحمها ويغفر لها هي وحماتي. يا رب، ودايمًا تدعوا لأمواتنا ما ننساهمش في الدعاوي وفي كل حاجة حلوة. هي أمي كنت أسلق لها الكرنباية وأجيبها لها، هي تقعد وهي قاعدة كده تقطّعها، فكنت دايمًا أتفرّج عليها وهي بتقطّعها. فهي دي طريقتها في التقطيع. بنحطهم كده على بعض وبنسويهم وبنقطعهم زي لور طويل كده، واحنا بنحشي بنقطع الورقة بورقتها. والوزة ديت كانت اكتر حاجة امي بتحبها، هي الوزة اللي هي في الكرنباية دي. يلا شفتوا الحركة السحرية دي. بعد ما اتغسل الخضرة، اتقطعت حتت صغيرة. وهو الخضار بتاعنا كله جاهز على الحشو. هنا البصلة خلاص كانت دبلت معانا واخدت لون ذهبي. حطينا الطماطم بس. بحط انا كمون، فلفل اسود، ملح، بس بدون بقى اضافات ولا توابل محشي ولا توابل اي حاجة. هو كده وبيطلع طعمه زي العسل، زي العسل بجد. البطاية هنا برضو هنضفها، كان فيها ريش كتير قوي قوي بطريقة رخمة. قعدت كتير عقبال ما نضفتها، بس الحمد لله نجحنا ووصلنا لنتيجة كويسة. بس كده. طبعا هنا كل حاجة المحشي جاهزة، والصلصة اتصلصلت معانا وكله تمام، والبطة اتغسلت وبقت زي الفل بليمون وبكل حاجة. حطيت لها بصل، ورق لوري، حبايتين حبهان، ويلا الحاجات دي كلها هننقلها بره. بس بعد بقى ايه ما احط بقى ايه، اخلط خلطة المحشي اللي احنا عايزينها دي. واخدين بالكم يعني. الخضرة على الرز اللي مغسول والصلصة المتصلصلة. بص الصلصة عاملة ازاي، تحفة، طعمها وريحتها تجنن. هي دي طريقتي في عمايل المحشي، اعتمدوا الطريقة دي هتاكلوا احلى محشي. اهم حاجة الطماطم بتاعتنا تبقى مستوية وحمرة. تمام. هنقلب كله. لو حط بقى دقنا لقينا مثلا المحشي محتاج ملح، محتاج كمون، محتاج توابل عامة، نضيف. يعني بعد ما هي اتصلصلت احنا كنا حاطين عليها، بس طبعا بعد ما بنحط الخضرة والرز بتحسوها انها دلع شوية، فاحنا نضيف ايه ونظبط بقى ايه ملحنا والتوابل بتاعتنا. حبة الصلصة اللي فاضوا حطيتها في الفريزر بينفعوا. وانا هنا بقى خرجت انا وحيوتة، عشان انا قلت لكم هشغل في اليوم ده كل اللي في البيت، هخليهم. اللي واحدة عملت لي الايه الملوخية، تانية هي قاعدة، هي بتحب على فكرة والله بتحشي الفلفل حلو والكوسة حلو. بس انا بشوف طبعا من وراها وكده، وبظبط وبنزل الرز الزيادة وبرص. يعني بشاركها معايا كل مرة المحشي، هي بتحب قوي تقعد تعمل معايا المحشي. بس كده. بصوا انا هنا قاعدة بعمل الحاجة بقى، عشان انا خلاص ظهري وجعني. هو عامة بصوا الفلفل والكوسة ما بياخدوش وقت، بس ورق الكرنب عشان ورق صغير بقى طبعا وبتحشي ورقة ورقة، هي دي اللي ممكن تاخد وقت. وانا على فكرة مش سريعة في الحشي ولا اي حاجة. هنا كنا اكلنا المحشي ني على فكرة من الجوع. احنا كنا جعانين جدا وعايزين نخلص بسرعة عشان نسوي الحلة وناكل. هنا انا خلصت اهو. معاكم الحلة اهي خلصت، والملوخية برضو اتخرطت. مش ناقص بقى ايه على التطبيق، يعني نعمل كل حاجة دلوقتي على البوتاجاز. هنا خدت شوية طبعا شوربة بط كانت خلاص استوت. حطيت بقى الملوخية بتاعتي، وهنا دقيت كام فص توم كده مع كزبرة مع معلقة سمنة بلدي.
ونفكك بس الملوخية كده. وهنا انا كنت معلقة على الفلفل والكوسة، ولسه معلقتش على محشي الكرنب. كل حاجة هتخلص في اقل من أم، ساعات. مش هقول لكم في اقل من ثانية، عشان هو اخد برضو ساعات المحشي، يعني مش عمايله بياخد وقت شوية. هنا بس الملوخية بتاعتنا بقت تمام وزي الفل. الريحة بقى مش قادرة اقول لكم بقى، الطشة بقى انتوا عارفين بقى. هنا بقى حطيت الشوربة، وما نحاولش نغطي الورق خالص عشان خاطر كده كده الورقة الكرنب بتنزل ميتها. بوريكم جمال الملوخية. يلا كده خلصنا وحمرنا البطاية وغرفنا الأكل، وبألف هنا وشفا على قلوب اللي هياكلوا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بكومنتاتكم الحلوة، باللايك الجميل بتاعتكم، بدعواتكم الحلوة اللي دايما بتشجع أم حياة، حبايبي واخواتي اللي دايما واقفين في ظهري وسندي في الحياة، وعيلتي التانية اللي دايما بستقوى بيها. عايزة أقول لكم إن المحشي طلع زي العسل. بصوا جميل، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.